نزلت من الطياره كده شويه هوا سخن يقابلوك خش ولعوا قفصك الصدر. صباح الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى يكون كله تمام. خلاص الحمد لله رجعت من باتوم امبارح. النهارده انا في تبليسي الساعه 9 الصبح، متجهين الى المطار خلاص عشان طيارتنا الى الرياض نودع تبليسي. صباح الفل. جبنا كوبايه الهوت شوكليت الجامده جدا نشربها ونطلب التاكس وهنتجه على المطار ان شاء الله. حلو اليوم، حلو ونشاط كده وحيويه، وبرضه وحشتني الرياض جدا يا جماعه. انا جالي عقده حرفيا من موضوع الاكل هنا، بجد مشكله كبيره. حاسس ان الواحد بقى موسوس خلاص، اي اكل هلمسه في الدنيا لازم ابص مكتوب عليه حلال مش حلال، فلا حاسس ان العقده دي هتكمل معايا شويه. طلبنا التاكسي قدامه بالظبط ان شاء الله 4 دقايق ويوصل لينا. انا كنت قاعد هنا، رجعت تاني للهوست اللي كنت فيه، قضيت فيه ليله واحده، صحيت الصبح وخلاص الحمد لله متجه للمطار. خليكم معايا هنشوف اليوم هيحصل فيه ايه. نركب الطياره اوريكم الطريق لحد ما نوصل للرياض ان شاء الله. خلاص ده التاكسي بتاعنا. خلاص وصلنا المطار الحمد لله بكلابه بكل حاجة. يلا بينا نشوف رحلتنا موجودة فين بالظبط. هي دي رحلتنا ان شاء الله، اكس واي 310. غالبا لسه مفيش شباك شيك ان للطيارة بتاعتنا. شايفين الطوابير يا جماعة؟ انا حاولت اعمل شيك ان اونلاين ما نفعش. انا اصلا مش محتاج ان انا اعمل شيك ان من الشباك لان معيش شنط تتحط في الطيارة. هنجرب تاني نعمل شيك ان، نبقى ريحنا نفسنا من الزحمه والانتظار والطوابير الطويله دي كلها. عملنا شيك ان الحمد لله، مش هنحتاج نقف في طوابير والدنيا تمام قوي قوي قوي. هنستكشف المطار وهديكوا كده نظره شكل المطار عامل ايه بالظبط. يلا بينا. طبعا زي اي مكان في العالم دي كلها بتبقى محلات بيع سوفينيرز وكده، كمان لو حد عايز يشتري لا قدر الله يعني. فتمام، منظر جميل. شكل المحلات اعتقد هنا اسعارهم بتبقى دبل اللي بره يعني، اكيد يعني. حاجه كمان يا جماعه انا لاحظتها في المطار، ان طبعا بديهي ان سعر تغيير العمله في المطار اقل بكتير من سعر تغيير العمله بره، بس اللي لاحظته كمان ان سعر تغيير العمله في مطار الذهاب يفرق عن مطار العوده. يعني مثلا في المطار اول ما جيت غيرت عمله كان سعر التغيير 2.2، يعني مثلا 100 دولار يعملوا لك 220 لاري. اما السعر هنا في مطار الذهاب يعمل لك 2.7، يعني 100 دولار يعملوا لك 270 لاري، او هنا بالظبط 2.77 يعني 277 لاري. فدي حاجه جديده برضه. الطابور بتاع رحلتنا بدأ، خليني اوريكم احنا بفضل الله تفادينا طابور عامل ازاي. بصوا معايا كده يا جماعه، بسم الله، ده البدايه لحد مش عارف، مش جايب اخر المكان لحد الشباك هناك كده. والله كنوع من الاحتياط بس مش اكتر. رحت لبتاع الشباك قلت لها عملت شيك ان اونلاين ووريته لها، قلت لها كده تمام مش محتاج اعمل اي حاجه. قالت لي لا برضه احتياطي خليني اعمل لك شيك ان بسرعه. فانا كنت اصلا متجاوز كل الطابور ده، والله مش في نيتي ان انا اعمل كده، بس عملت لي شيك ان وادتني البوردنج. فيلا قشطه نقدر نتصور بيه صور جامده بقى كده وكده وكده. عدينا تفتيش الشنطه، داخلين على الجوازات ان شاء الله. نعمل شيك اوت من البلد وربنا يسهل. ختمنا خروج الحمد لله. انا في العادي في المطارات في مصر بيوقفوني عشان اسمي فيه تشابه اسماء واللي هو شبهه جنائيه والكلام ده، انما هنا وقفني قال لي استنى دقيقتين كده. انا الصراحه ما كملتش 10 ثواني وقال لي خلاص، فمش عارف ليه استنى هنا معناه ان انا عامل مصيبه في البلد. عدينا على الجوازات الحمد لله ودلوقتي مستنيين. ده شكل الدنيا من هنا. المطار تحسه كده ارض زراعيه في طيارتين 3 يعني. لا والله بس حاجه لطيفه مش وحشه. شوف بقى نتجول في المطار لحد ما يجي ميعاد الطياره. الساعه دلوقتي 11 وتل، يعني يمكن كمان 40 دقيقه ويفتحوا البوابه ونبدا نخش الطياره. خليكم معايا. خلاص يا جماعه جينا الحمد لله، موجودين دلوقتي في ساحه الانتظار. العدد شكله مش كبير، مفيش ناس كتير على الكراسي، ودي حاجه كويسه. اتمنى الطياره تبقى فاضيه والرحله ممتعه ورحله جامده جدا.
دلوقتي الساعة 11 ونص، قدامنا بالظبط نص ساعة نخش الطيارة اللي ميعادها 12 ونص ونتجه بإذن الله للرياض. فمستنيين، شايفين المنظر ورايا عامل ازاي؟ خلينا اديكم نظرة كده سريعة. زي ما انتم شايفين ده شكل مطار جورجيا، يكون عامل زي مزرعة كبيرة جدا كده، والله حاجة كويسة ما شاء الله. والطيارات كلها موجودة واقفة بره كده. شوف الدنيا ترسى على ايه، العدد هيوصل لايه، الطيارة هتكون عاملة ازاي، الرحلة، شكل الشباك، شكل المنظر من الطيارة. الحاجات دي يا جماعة انا كنت بعشق ان انا اتفرج عليها، فاتمنى انتوا كمان تكونوا مستمتعين بالرحلة وعايشينها معايا كده. ده الشكل سهل الانتظار يا جماعة، العدد مش كبير خالص يعني ده. فبالنسبة للعدد الموجود ده اعتقد ان شاء الله الطيارة هتكون فاضية والدنيا هتبقى تمام جدا. دايما يا جماعة محتاجين تخلي بالكم لو انتوا رايحين ومستنيين قدام بوابة معينة، عادي جدا ان هي تتغير. انا كنت قدام بوابة رقم 100 وبقت 103، فلازم تخلي بالكم وتفضلوا مصحصحين كده. وبس يا جماعه وصلنا الحمد لله الرياض. اول ما نزلت من الطياره كده شويه هوا سخن يقابلوك يخشوا يولعوا قفصك الصدري. بس الحمد لله مبسوط جدا ان انا رجعت الرياض والله وسعيد. واول ما دخلت المطار كده سمعت صوت الاذان، بقالي يمكن 8 ايام ما سمعتش صوت الاذان، فدي حاجه تجيب لك اكتئاب. فالحمد لله كانت رحله جميله. كفايه بقى لحد كده، اظن باين عليا التعب والارهاق وكل حاجه. نروح بقى اريح واغير وناكل ونشرب وناكل بقى الاكل الحلال براحتنا بقى. عيش بقى. يلا اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، فولو، كومنت، اي حاجه. سلام. جيت هنا بس نشوف البيك واكل البيك. يلا بينا.